اعرفي بالظبط امتى تاخدي حقنه الرئه وامتى ما ينفعش تاخديها، وعلى قد اهميتها في اوقات معينه في الحمل، لكن اوقات تانية بيكون ليها اعراض جانبيه. يعني انا مثلا ما ينفعش اديها بشكل روتيني لاي حاله مثلا في الثامن او خلاص داخله التاسع وراح تولد، وكمان ما ينفعش برضو اديها بجرعات كده متكرره كل شويه، وبالذات ان هي تاثيرها بيقعد معانا لمده اسبوع، يعني مش هستفيد منها اكتر من اسبوع. اوقات بنحتاج اننا نتابع معاها السكر، وبالذات في الحالات اللي عندها سكر حمل، وده بقى لانها ممكن تعمل ارتفاع مؤقت في سكر الدم، وكمان ممكن ترفع الضغط بالذات في الحوامل اللي عندهم ضغط حمل. وعلشان هي مش شكشكه كده في الفاضي ولا حقنه تقويه، فلو انت ما عندكيش خطر الاصابه بالولاده المبكره او كمان عدينا الاسبوع ال 34 فما فيش اي داعي خالص ان انت تاخدي حقنه الرئه. وخدي بالك من الحاجه دي كويس جدا، ان انت في الوقت اللي بتاخدي فيه حقنه الرئه اوقات بتحسي ان حركه الجنين اقل من الحركه المعتاده اللي انت بتحسيها كل يوم. يعني احنا كده نفهم من الكلام ده ان حقنه الرئه مش بتتاخد روتيني في كل حمل، يعني مش عشان واحده قريبتك خدتها او الحاله اللي قبلك في العياده خدتها فانت مجبره ان انت تاخديها في الحمل بتاعك. وعلشان كده انسب حد هيقول لك تاخدي حقنه الرئه ولا لا هو الدكتور اللي انت متابعه معاه، واللي وقتها هيحدد لك تاخديها ما بين الاسبوع ال 24 لحد الاسبوع ال 34. يعني كده بنتكلم من الشهر السادس لحد نص الشهر الثامن، وبكده مش هتاخديها الا لو الدكتور بتاعك قلقان انك ممكن في اي وقت تدخلي في ولاده مبكره. ولو انت كده خلاص دخلتي في ولاده مبكره وقتها بنحاول اننا ناخر وقت الولاده لمده 48 ساعه. في الفتره دي بندي حقنه الرئه. اما بقى لو عدى خلاص ال 48 ساعه فاحنا بنوقف الحاجات اللي احنا بنديها علشان تهدي الطلق او توقفه، وبنسيب الدنيا تمشي خلاص كده في المسار الطبيعي بتاعها، وبيكون شويه في نسبه امان على اساس ان انت خدتي حقنه الرئه اللي تاثيرها بيفضل معانا لمده اسبوع. يعني انا كده ممكن يعدي فتره الحمل دي كلها من غير ما الدكتور بتاعي يكتب لي حقنه الرئه، وكمان ما اكونش مضطره في اي وقت ان انا اخدها. وده بالظبط بقى اللي انا عاوزه اكد لك عليه، انك ابدا مش محتاجه تاخدي حقنه الرئه الا لو في داعي طبي زي ما انا وضحت في بدايه الكلام.